بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. ورسالة توعية جديدة وكيا سيراتو. حادث أمامي وحادث خلفي. عربية فيها شغل في القوايم، فيها شغل في الحوض، فيها شغل في الشنطة، فيها شغل في فرد الشاسيه. عربية متأثرة بكل الجوانب. طبعا زي ما احنا هنشوف مع بعض، العربية دي مقلوبة، شغل في السقف وشغل في القوايم. هنا في معجون زي ما احنا شايفين كده مع بعض، من الداخل القايم ومن الخارج. شغل في الشنطة، شغل في الحوض بتاع العربية، شغل في فرد الشاسيه الأمامية، شغل في فرد الشاسيه الخلفية، شغل في العتب. يا جماعة من فضلكم، أي أستاذ يكتب إعلان عن العربية بتاعته يقول العربية بتاعتي مواصفاتها كذا، مش قالب طبوعي عليها. العربية رش نظافة، العربية رش نزاهة، ده الكلاب كانت بتطلع عليها. طبعا العربية مقلوبة والشغل في الشنطة واضح قدامنا. هنا برضو من الداخل الشغل برضو واضح قدامنا موجود اهو. الراجل اللي بيشتري العربية جاي من آخر الدنيا، جاي من الشرقية، جه مرة واثنين وثلاثة، بيجي على مواصفات والآخر بيدفع فلوس في فحص وبيلاقي الوضع زي ما احنا شايفين كده مع بعض. راجل جه 3 مرات وكل مره حظه سيء جدا زي ما احنا شايفين. من فضلكم اي واحد بيبيع عربيه، من فضلك اكتب المواصفات بتاعت العربيه. واحد يقول لك ده السقف مكلح، وقعت عليه طوبه، القطه طلعت عليه، الكلب طلع عليه. طبعا ده كلام فارغ، كلام مش مظبوط. طبعا ما نرفع العربيه نلاقي كمان ان الشاسيه ايضا بتاع العربيه مشغول، الشاسيه الامامي والشاسيه الخلفي والعتب. طبعا العربيه كلها مشغوله. العربيه بصراحه ما فيهاش الا الكاوتش بتاعها اللي جديد، لكن جميع اساسيات العربيه غير سليم. شوف كده مع بعض. نرفع العربيه، طبعا هنا في شغل في العربيه بالكامل. هنا فرد الشاسيه الخلفيه زي ما احنا شايفين كده مع بعض، الفرده مقطوعه. واضح الكلام قدامنا اهوت، فردة الشاسيه مقطوعه. يبقى انا عندي فرقه شاسيه اماميه وخلفيه وقوايب وحوض وشنطه. طب انت بتبيع العربيه بأنهي مواصفات؟ طبعا ما ينفعش الكلام ده. طبعا هنا برضو الخبطه في الشنطه واضحه وظاهره قدام. ايضا فردة الشاسيه مشغوله، هنشوفها كده مع بعض، وفيها تخزينات وفيها شغل برضو وفيها لحمات. الفردتين هنا طبعا في شغل اهوت، ادي التخزينه موجوده وتعمل فيها شغل وتعمل فيها زراجين. الفرده الثانيه كمان مشغوله. طبعا العربيه حالتها سيئه جدا، فمن فضلكم لو سمحتوا اكتب بيانات العربيه سليم، علشان الناس بتيجي من بعيد وبتدفع فلوس. طبعا اللي في العربيه دي عيوب سيئه جدا، والعربيه حالتها سيئه جدا زي ما احنا شايفين كده مع بعض. كان معكم عبد الوهاب الخطيب من مركز الخطيب لفحص السيارات بمدينه نصر. ليس لنا فروع اخرى او ارقام اخرى او اسماء اخرى.